من فترة قصيرة شاب من ليبيا بعت لي أعراض لوالده إن هو بيشتكي من آلام شديدة جدا في ظهره وفي عموده الفقري بكامله من اول رقبته لحد اسفل الظهر. المريض كان بياخد ادويه كتيره جدا، ترامادول ومورفين ومسكنات، ورغم كده الالم لا ينقطع. طلبت من ابنه يبعت لي الفحوصات اللي عملها، اشعه المقطعيه ورنين، لقيت بالفعل تقريبا 4 أو 5 كسور موجودين في فقرات متباعده في العمود الفقري. فطلبت منهم الحضور لمصر عشان نعمل الاجراء المناسب في الحاله اللي زي دي. بالفعل لما جه ودخلنا غرفه العمليات، عملنا حقن اسمنت عظمي عن طريق الجلد من خلال فتحات صغيره جدا داخل الفقرات دي. حقنا اسمنت عظمي داخل الفقرات المكسوره دي. الاسمنت العظمي عمل تدعيم للفقرات، وفي نفس الوقت الحراره اللي بتنتج من الاسمنت داخل الفقرات بتقتل وتموت النهايات العصبيه المسؤوله عن نقل الالم من الفقرات، وتخلي المريض بيحس بهذا الشكل العنيف من الالم. ووقفنا تقريبا 3/4 المسكنات اللي كان بياخدها. هو الان ماشي فقط على مسكن بسيط وبسط عضلات عشان تعافي من الجرح، وبياخد ادويه لعلاج الهشاشه عشان نمنع تكرار المشكله دي في المستقبل. بعد ما المريض جالي بعد العمليه باسبوعين في العياده، حرفيا هو بيقول لي ان انا حياتي اتغيرت، انا بقيت قادر اقوم وانام واتقلب وعايز انزل حمام السباحه امارس السباحه. حقيقي حياته اتبدلت تماما، وانا كنت في قمه سعادتي ان انا قدرت اساعده انه يتخلص من الالم المزمن اللي كان عايش بيه بقاله شهور.